حسبنا الله ونعم الوكيل في مراتي. ربنا ينتقم منها اشد انتقام. انا جالي مرض محرج في المسالك البوليه بسبب اللي كانت مراتي بتعمله معايا. حياتي اتدمرت حرفيا، مش عارف اعيش، قرفان من حياتي وقرفان من نفسي ومش طايق نفسي. مش عارف كمان اذا كان المرض اللي جالي ده له علاج وهقدر اتعالج منه ولا لا. من فضلكم اسمعوا مشكلتي للنهايه وقولوا لي اتصرف ازاي واعمل ايه مع مراتي في المصيبه اللي عملتها لي دي. وقبل ما نبدا مشكله النهارده، يا ريت من فضلكم ننزل نصلي على النبي في التعليقات كالعاده. وصاحب مشكله النهارده بيقول وصاحب مشكله النهارده بيقول انا شاب متجوز بقالي 20 سنه. انا شغال شغلانتين مش شغلانه واحده. اول شغلانه بشتغل الصبح في جهه حكوميه، وبعد الظهر انا عامل محل موبايلات تحت البيت بشتغل فيه. يعني بشتغل شغلتين، الصبح في جهه حكوميه وبعد الظهر بشتغل في محل الموبايلات بعد ما برجع من الوظيفه الحكوميه. فكرت ان انا اتجوز. قعدت مع ماما واتكلمت معاها وقلت لها يا ماما من فضلك شوفي لي عروسه، انا عايز واحده بنت ناس تقدر تعيش وتحافظ عليا وعلى بيتي وعلى اولادي، وتكون ست صالحه تصلح ان هي تكون زوجه ليا واجيب منها اولاد. قالت لي خلاص ماشي، انا والله هسالك الجيران وهدور لك في المعارف والاقارب كده واشوف لك واحده بنت حلال مناسبه ليك، وربنا يتمم لك على خير وافرح بيك واشوف اولادك. بالفعل لقيت ماما بعد كام يوم، بعد بقى ما عملت بقى اتصالاتها واتكلمت مع الناس وكده، شافت لي عروسه وقالت لي ايه، انا شايفه لك عروسه كويسه، تقدر نحدد معاها ميعاد وتيجي نتكلم مع اهلها ولو في خير ربنا يتمم لك على خير. بالفعل اخدت ماما ورحنا اتكلمنا على العروسه دي وشفناها. بس انا كان ليا شرط مش قادر اتغاضى عنه، شرط مهم جدا. لما جيت طلبت من ماما عروسه قلت لها انا عايز عروسه جميله، يعني تكون بتتقي ربنا وتخاف عليا وعلى اولادي وتصلح ان هي تكون زوجه وفي نفس الوقت تكون جميله. انا مش عايز اي واحده وخلاص، انا عايز عروسه جميله بالفعل. رحنا البيت اتقدمنا انا وبابا وماما لاهل العروسه. فعلا طلعت العروسه وشفتها، كانت في غايه الجمال، جميله جدا، شعرها حلو وشكلها حلو وجسمها كده حلو، كلها على بعضها حلوه جدا. عجبتني قوي واتعلقت بيها. بس العروسه كانت كويسه وكل حاجه، بس كانت طماعه جدا، كانت طلباتها كتير قوي. حتى الشبكه بتطلب شبكه غاليه جدا، كمان الفينش بتاع الشقه عايزه مواصفات معينه، اتكلمت في ادق التفاصيل. يعني هي مش بيعجبها اي حاجه، مش بيعجبها اي حد. علشان اوافق بيك واتجوزك تقدم لي شبكه بقد كده، تشطب لي الشقه تشطيب عامل كده، العفش نشتريه من المكان الفلان، القطعه دي من هنا والقطعه دي من هناك. يعني كانت كده. ماما قالت لي بعد ما اخدنا قعدتنا ونزلنا من عند العروسه، قالت لي دي طماعه جدا مش مناسبه ليك. ايوه هي حلوه وكل حاجه، بس دي طماعه وطلبتها اوفر. يعني ممكن لو حصل لك اي دروب مادي بعد الجواز او كده، دي ما تكملش وما تقبلش ان هي تقعد معاك. قلت لها لا، هي عجبتني وانا عايزه اتجوزها وهعمل لها كل اللي هي عايزاه. انا مقتدر واقدر انفذ لها طلباتها، وهي خلاص عجبتني وانا هعمل لها اللي هي كل اللي عايزاه. بالفعل نزلنا نشتري الشبكه علشان اتمم الخطوبه. يوم الشبكه نقت شبكه فخمه جدا ومش عاجبها اي حاجه، وتنقي الدهب حاجات تقيله كده وحاجات كبيره يعني مش بترضى بالقليل. ماما بعد ما جبنا الشبكه وروحنا البيت قالت لي شايف كانت بتتصرف ازاي، شايف كانت بتختار الذهب ازاي، شايف كانت بتختار الذهب بكميات تقيله ازاي وبكميات كبيره ازاي. قلت لك دي مش هتنفع. قال لي لا، انا عاوزها، انا خلاص اتعلقت بيها وهي عجباني جدا، وانا هجيب لها كل اللي هي عايزاه، انا معايا فلوس مفيش مشكله، اللي هي عايزاه انا هجيبه لها. سيبها وما ينفعش تكمل معاها، ده كلام بابا وماما وانا ما سمعتش كلامهم وقلت لهم انا عايزها وعجباني وهجيب لها كل اللي هي عايزاه. بالفعل تممنا الخطوبه واتخطبنا وعملت لها فرح كبير وجبت لها شبكه كويسه، وكل طلباتها بالنسبه لي كانت مجابه، ما كنتش بقول لها على اي حاجه لا. خلاص اتخطبنا وخلص الفرح بتاع الخطوبه واتخطبنا والموضوع تم على خير. نزلنا بقى نشتري العفش وشطبت الشقه. وقت ما اشترينا العفش بابا وماما طبعا كانوا معايا، اهلي واهلها نزلوا معانا يشتروا العفش. كانت بقى طلباتها في العفش يعني ما ترضيش اي حد، طماعه بقى، طمع مبالغ فيه. ماما واحنا واقفين بنشتري عفش قالت لي ما ينفعش دي، انت لازم تسيبها، دي ما ينفعش تكمل معاها، انت مش شايف تصرفاتها، مش شايف هي طماعه ازاي، يعني انت عدت لها موقف الشبكه. كمان هي دلوقتي بتتدلل وبتطلب طلبات غاليه جدا في
في التجهيزات بتاعه الفرح وفرش الشقه، ده كده كتير قوي عليك، خلي بالك، وغير كده هتتعبك بعد الجواز، لازم تسيبها وتفركش من دلوقتي. قلت لها لا، انا عايزها وبحبها. اهلي طبعا ما بقوش طايقونها اكتر من الاول، يعني المواقف على بعض كده بتتراكم، موقف الشقه، موقف الشبكه، موقف التجهيزات والفرش بتاع الشقه، كل ده بيتراكم جوه اهلي، مش عاجبينها، مش عاجباهم بقى خالص، ومش طايقينها، ومش عايزيني اكمل الجواز، قالوا لي سيبها دي ما تنفعش. ومع ذلك قلت لهم انا عايزها وهكمل معاها وبحبها ومش هسيبها، وفعلا وافقت وكملت الجوازه واتجوزتها. وفعلا وافقت وكملت الجوازه واتجوزتها. بامانه عشت معاها ايام حلوه جدا في الجواز، اول فتره جواز عشت معاها ايام حلوه جدا، ودلع وحب ورومانسيه وفسح وخروج وهدايا، بجيب لها هدايا كتير، كل طلباتها مجابه، كل اللي هي عايزاه بعمله لها، مفيش حاجه بقول لها عليها لا. بس انا حبيتها قوي وكنت متعلق معاه بيها جدا، وكمان عشنا زوجين، انا كنت مبسوط وفرحان وسعيد، وقضيت معاها ايام حلوه قوي. انا كنت متجوز في بيت عيله، كنت جايب حته ارض وبنيت عليها كام دور، واهلي كانوا ساكنين في الدور الارضي وانا كنت ساكن في الدور اللي فوق، كنا عايشين في بيت عيله. بقت بقى تعمل مشاكل بينها وبين اهلي، ماما مثلا تقول لها يا بنتي انزلي اتغدي معايا، طب انزلي مثلا النهارده عايزه اظبط شويه حاجات في البيت او في المطبخ، نظفي معايا المطبخ، او مثلا انزلي اتعشي معايا، او انزلي اقعدي معايا، او اي حاجه من دي. مش عايزه تقعد مع ماما ولا تكلم ماما ولا تكلم اهلي، وتغلط فيهم وتشتمهم ومش عايزه ايه، وبتعمل مشاكل كل يوم مع اهلي. قالت لي في يوم انا مش هعيش في البيت ده، انا مش هعيش في بيت عيله، انت تاخد لي شقه بره. جيت قعدت واتكلمت مع اهلي وقلت لهم انا هاخد شقه بره عشان ارضي الطرفين، عشان ما يبقاش في مشاكل ولا بينكم ولا بينها. اهلي رفضوا وقالوا ازاي انت تسيب التمليك وتطلع في الايجار، وانت مش في امكانيتك ان انت تجيب دلوقتي شقه تانية تمليك، في حد يسيب التمليك ويخرج في الايجار؟ قلت لهم معلش، انا دلوقتي مش عايز مشاكل وعايز ارضي الطرفين، وما يبقاش في مشاكل بينكم ولا بينها، خلاص انا هاخد العفش واشوف شقه قانون جديد واعيش فيها انا وهي. خاصه هي في الوقت ده كانت حامل في اول طفل لينا. قالت لي انت لو ما جبتليش سكن بره وشقه بره انا هتطلق ومش هكمل معاك، انا مش هعيش في بيت العيله. قلت لها لا خلاص، واخدت لها شقه وعشنا بره بيت العيله في شقه قانون جديد كل شهر بالايجار. وبالفعل ولدت وجابت لي اول طفل، وكنا عايشين كويسين ومفيش اي حاجه خالص. لقيتها جت في يوم من الايام بقى قعدت تكرهني في شغل الحكومه، وشغل حكومه ايه، وشغل حكومه ودي مرتبات بسيطه، وانت لازم تعمل مشروع وما اعرفش ايه، المشروع هيدخلك دخل اكبر. قلت لها طب ما انا عندي مشروع، ما انا عندي محل الموبايلات، برجع من الشغل من الحكومه بشتغل في محل الموبايلات، وده محلي وبتاع، موبايلات ايه وقرف ايه، وده شغل بالملاليم، لا انت لازم تسافر بره، انت لازم تسيب شغل الحكومه ده وتقفل محل الموبايلات ده وتصفيه، لازم تسافر بره البلد، طبعا هتقبض بالدولار وفرق العمله ومعرفش ايه، وتعيشنا وتعيش البيبي كويس وتصرف علينا كويس، هي دي عيشه اللي انت معيشها لي؟ طبعا بقى ست بقى ايه طماعه، مش عاجبها بقى عيشتها، ومهما يجيب لها مش عاجبها، خلاص كمان عايزه تطفشه، هي كده عايزه تطفشه من البلد. وبالفعل انا قدمت استقاله واستقلت من الجهه الحكوميه اللي كنت شغال فيها، وفعلا صفيت محل الموبايلات واخدت الفلوس وشفت فيزا وعقد عمل بره، وخرجت بره البلد علشان اشتغل وارضيها واكفي طلباتها. في الوقت ده هي كانت حامل في تاني بيبي. بعد ما سافرت البلد اللي انا اشتغلت فيها ولدت في تاني بيبي، وقالت لي انت لازم تجيب لنا شقه تمليك، احنا مش هينفع نسكن ايجار. وبالفعل بقت كل نزله انا بنزلها بشتري لها ذهب، لا اما اكون محوش شويه فلوس اديها لها احطها لها في حسابها البنكي. ولما جمعنا مبلغ كويس قلت لها خدي الفلوس من حسابك وروحي اشتري شقه باسمك، علشان خلاص الشقه دي احنا مش هينفع نسكن ايجار، وانا عايزه اريحك انت والولدين ونسكن في شقه ايه تمليك، وروحي اشتري شقه باسمك. انا كنت بحبها جدا ومأمن لها قوي، يعني حتى فلوسي بجيب لها بيها ذهب هدايا، وجبت لها شقه باسمها، وكمان اشتريت لها عربيه ومريحها اخر راحه. اكتشفت بقى بعد كام نزله كده من النزلات، بعد ما جبت لها كل الحاجات اللي قلت لكم عليها دي، لقيتها كده ايه متغيره معايا، طريقتها مش طريقتها، مش عايزه تقرب مني، مش عايزه تعمل معايا علاقه زوجيه، بتهتم بنفسها اوفر على غير العاده، بتقفل تليفونها، بتعمل تليفونها سايلنت، بتجيلها مكالمات بالليل وبتطلع تتكلم في الاوضه بتاعت الولاد بصوت واطي، مثلا بتجيلها رسائل على الواتساب،
وتمسح الرسائل وتفضل تكتب كده شات على الماسنجر او على الواتساب. يعني تصرفات كده غريبة جدا. انا بيني وبينكم شكيت في تصرفاتها، بس قلت لا، هي مش معقولة تكون بتعمل حاجة. المهم انا سافرت، وبعد ما سافرت الشك ابتدى يزيد جوايا. انا حاسس ان هي تعرف حد على علاقة براجل تاني. مش معقول هي تكون بتعمل حاجة زي كده. طب مش معقول ليه؟ ما هي مش عايزة تقرب مني ولا تعمل معايا علاقة ولا طيقاني ولا اي حاجة. رحت اتصلت باخويا قلت له بص، انا عايزك تراقب مراتي، انا شفت كده كده منها اثناء ما كنت اجازة اخر مرة، انا عايزك تراقبها لي من غير ما حد يشوفك ولا هي تشوفك ولا تحس بيك، وتشوفها هي بتروح فين وبتيجي منين من غير ما هي تشعر. قال لي تمام. فعلا اخويا راقبها، لقاها مثلا بتنزل بتروح مشاوير وتقعد في كافيهات ومعرفش ايه، وفي نفس الوقت ده هي ما بتقوليش ان هي نزلت راحت كافيه او خرجت او اي حاجه. بقى لقاها كمان بتطلع بيت عماره كبيره في الدور الثالث، بتطلع سأل البواب بتطلع عند مين او مين اللي في الدور الثالث ساكن، راح قال له ده استاذ فلان. يعني هي معنى كده ان هي بتطلع لحد الشقه، وما كانتش بتقولي ان هي بتخرج في التوقيت ده او نزلت او اشترت طلبات او اي حاجه، ما بتجيبليش سيره ان هي نزلت. كنت احيانا اكلمها ما تردش عليا، في الوقت ده هي بتكون بره البيت في الشقه اللي هي بتطلعها او في اي كافيه قاعده مع شباب تانية. اخويا شافها قاعده في كافيه مع اكتر من مره، في كافيه مع شباب مختلف مش مع شاب واحد مثلا، وكانت بتطلع شقه لراجل تاني. فقال لي ايه، فجيت اتكلم معايا وقال لي مراتك بتعمل كده كده كده، خلي بالك. فقررت ان انا اصفي وانزل نهائي و... واقطع عقد العمل اللي انا عامله مع الشركه اللي انا شغال فيها بره دي، واخد كل مستحقاتي وانزل. انا عاوز انزل اقتلها. انا مش عارف اعمل ايه بسبب اللي هي بتعمله ده، هي بتخني. كمان انا حسيت في اخر سفريه دي ان انا تعبان، عندي وجع كده بيجي ويروح، عندي وجع في المنطقه الحساسه، وعندي وجع كده في الحوض في المسالك البوليه، بتنزل مني كده افرازات بريحه مش حلوه. المنطقه الحساسه مش مرتاحه، عندي حرقان ووجع فيها وحاجات كده غريبه مش قادره اوصفها لكم. كمان تعبان جسمي تعبني. مش طايق ريحتي مش حلوه، عندي افرازات كده مش حلوه، كده تصرفات غريبه. قلت ايه ده، معقوله؟ رحت كشفت للدكتور، راح الدكتور قال لي انت عندك مرض في المسالك البوليه بسبب القرف وتعدد العلاقات اللي انت بتعملها مع الستات. قلت له ستات؟ ستات ايه يا دكتور؟ انا ما بلمس اي واحده ولا باجي جنب اي واحده غير مراتي. انا ما مش متعدد ستات ولا اي حاجه ولا ليا علاقات، يعني حرام، انا واحد بصلي وعارف ربنا، انا ما بعملش اي علاقه غير مع مراتي. راح قال له انا ما اعرفش، هو ده اللي باين من الفحوصات والتحاليل اللي قدامي ان انت ليك علاقات يعني جنسيه مع ستات تانية. قلت له لا ده ما حصلش. قعدت مع نفسي كده، يعني هي بتخني وكمان سببت لي المرض بسبب اللي هي بقى كده بتعرف رجاله كتير. فانا قال لي انت، الدكتور قال لي انت منقول لك مرض جنسي بسبب تعدد الستات. فهي كده خانتني، وكمان قالت لي مرض بسبب تعدد الرجاله اللي هي بتتعامل معاها. فانا عايز انزل اقتلها، مش عارفه اعمل ايه. في نفس الوقت انا لو فضحت هبقى بفضح ولادي و... وبفضح نفسي. عايش ازاي وهكمل حياتي ازاي والمرض اللي عندي ده ليه علاج ولا ملوش، ومش عارف هتعالج منه ولا لا. وولادي هيبقى مصدرهم ايه وهيبقى شكلهم ايه لما يعرفوا ان امهم خاينه وامهم خانت ابوهم مع رجاله كتير مش مع راجل واحد. مش عارف اتصرف ازاي، انزل اقتلها، مش عارف اعمل ايه. هبقى دمرت يعني هي ماتت وانا دخلت السجن وعيالي اتدمروا واتشتموا، مين هيربيهم؟ بجد انا ندمان ان اتجوزت ست زي دي. يا ريتني كنت سمعت كلام ابويا وامي، اهلي يا ما حذروني وقالوا لي مش هتنفع مش هتصلح زوجه وطماعه ما سمعتش كلامهم. بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي، عشان مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. انزل اقتلها وابقى دمرت حياتي وحياه ولادي، ولا اتصرف معاها ازاي؟ وكمان هي اخدت دم قلبي، الشقه باسمها والعربيه باسمها وفلوس في البنك وهدايا ذهب قد كده. انا معيش غير حاجات بسيطه، مكافاه نهايه الخدمه اللي انا قضيتها في الكام سنه الغربه بره دي، المكافاه اللي اخدتها من الشركه اللي كنت شغال فيها بره البلد. فانا دلوقتي حتى ما حلتيش حاجه غير شقه بيت ابويا اللي في بيت العيله، معيش اي حاجه. يبقى هي كده ضحكت عليا، اخدت فلوسي وخانتني وجابت لي المرض. مش عارفه اتصرف معاها ازاي. بالله عليكم قولوا لي اتصرف مع الست دي ازاي. بص، قبل ما اقول لحضرتك تتصرف مع الست دي ازاي، اولا انت غلطان. الست دي فعلا لا تصلح ان هي تكون زوجه، واهلك ياما حذروك وياما كلموك وقالوا لك ان الست دي ما تصلحش تكون زوجه ابدا، وانت ما سمعتش كلامهم.
مش كل حاجه الجمال. انت اهتميت بالجمال بس ودورت على الجمال بس، مش كل حاجه الجمال. وبعدين انت سوري يعني زي ما كنت عايش دلدول ليها، كل طلباتها مجابه. في حاجه اسمها مفيش النهارده، في حاجه اسمها معيش، في حاجه اسمها تعيشي على قدي، في حاجه اسمها احمدي ربنا على اللي انت فيه، ما تبصيش لعيشه غيرك، ارضي. انت ما كنتش بتتعامل معاها بالطريقه دي ولا بتقول لها كده. طبعا كل ما انت تقول لها حاضر هي بتديك اكتر وبتطلب اكتر وبتتعوج اكتر وبتتغر عليك اكتر. ما اكتفتش بكده كمان، يعني هي ست كانت مش محترمه، ما تربتش فعلا، ان هي خانتك. كون ان انت بقى تطلقها، كون ان انت تقتلها، ده مش الحل ابدا. ان انت تقتلها، انت تقتلها هتدخل السجن وهي هتموت وولادك هما اللي هيتيتموا ويتشردوا. غير الفضايح بقى اللي هتكون عايشه بقى وموجوده بقى لاولادك، غير نفسيتهم هتبقى عامله ازاي بعد ما انت تقتل امهم. طبعا هما مش هيسامحوك ان انت قتلت امهم ايا كانت الاسباب ايه، ومش هينسوا ان انت قتلت امهم. انا من رايي ان انت تنزل بالراحه كده، بالراحه خالص، تكون محضر لها عقود عند محامي. المحامي مثلا يكتب لها عقود ان انت اشتريت لها حته ارض مثلا وهي تمضي عليها، ان انت مثلا اشتريت لها شقه تانية، ان انت مثلا اشتريت لها شاليه، مصيف مثلا في اي مكان، بالمكافاه بتاعت نهايه الخدمه اللي انت اخدتها. وخدي يا حبيبتي انا جاي اراضيكي وجاي اعوضك عن سنين الغربه، وانا خلاص نزلت نهائي، ودي مكافئتك. انا مثلا جبت لك الشاليه ده باسمك، وتمضيها على الورق ان انت ايه، تمضيها ان هي تحول الفلوس من حسابها في البنك لحسابك في البنك، وتبيعها الشقه باسمك. والذهب حاول بقى ان انت تاخد الذهب ده باي طريقه، ان شاء الله حتى تسرقه منها، تسرقه، او مثلا تقول لها هفتح مشروع او شاركيني او هعمل لك مشروع ليكي انت، وتمضيها على ورق ان المشروع يبقى باسمك مش باسمها. تتصرف اي تصرف ترجع فلوسك وترجع شقه عمرك ده في الغربه بره وتاخده منها. وبعد كده بكل هدوء بقى، من غير فضايح، من غير شوشره، ولا تقتلها ولا تقتلك، دي اصلا خساره فيها القتل. يعني خساره ان انت توسخ ايدك فيها، خساره ان انت شاب تخسر حياتك وتترمى في السجن سنين او تاخد مؤبد او اعدام علشان واحده زي دي. تطلقها، تقول لاهلها وتفضحها قدام اهلها وتقول لهم بنتكم عملت كده 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 وبتطلع هنا وبتطلع هناك واخويا شافها بعينه وكده. ويكون عندك ادله، مش كلام كده وبس، لا، يبقى معاك ادله قاطعه. يعني مثلا صور تشوفها وهي مثلا طالعه الشقه، يعني لازم يكون معاك ادله قاطعه مش كلام وبس. ترجع فلوسك منها واحده واحده، وتطلعها وتفضحها وتفضحها قدام اهلها، بس بلاش فضايح وشوشره قدام الناس علشان خاطر اولادك. وان شاء الله باذن الله بالنسبه للمرض اكيد هتلاقي علاج، واللي ملوش علاج النهارده هيبقى له بكره، والطب اتقدم جدا وكل حاجه ليها علاج، مفيش حاجه ملهاش علاج. روح لدكاتره كويسه وحاول تصرف معلش شويه، وخد كورسات العلاج اللي هيكتبوها لك بانتظام، وامشي على العلاج، وان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيك ويعافيك. وتطلعها كده بكل هدوء وتاخد منها ولادك، عشان حتى دي غير امنه على ولادك. تقول بقى لاولادك ان هي سافرت، هي ماتت، اي سبب من الاسباب، علشان بس الحاله النفسيه لاولادك. وان شاء الله باذن الله اتمنى ربنا يرزقك بزوجه صالحه تقر عينك وتعوضك عن اللي انت شفته مع الست دي. اتمنى لك حياه موفقه من كل قلبي. وطبعا مستنيه راي حضراتكم، الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا هنا، يا ريت تكتبوا لنا راي حضراتكم في التعليقات، ولو اي حد ليه راي اخر يكتبه لنا في التعليقات، علشان صاحب المشكله يقدر يستفيد من الحلول في التعليقات بتاعت حضراتكم، او من خلال حلي انا من رايي الشخصي. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مشاكل وحكايات في حياتنا #هبه حنفي. ما تنسوش تتابعوني في قناتي هنا على اليوتيوب باسم مشاكل وحكايات في حياتنا هبه حنفي. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.